بقدم لك النهاردة دليلك الشامل لشلالات نياجرا اللي هتعيش معاها تجربة ما تتنسيش. كل ده هيكون بس مع منفيس. شلالات نياجرا هي واحدة من عجائب الطبيعة في العالم اللي هتقضي فيها وقت مميز وسط مناظر طبيعية جميلة وألوان قوس قزح المتألقة مع خلفية لصوت المية اللي هتكون محوطاك من كل اتجاه. يعني مش بس لحظات هدوء نقية، ده كمان هتاخد أحلى صور تذكارية. الشلالات دي بتقع بالظبط على الحدود بين مدينة نياجرا الكندية وولاية نيويورك الأمريكية، وبتتكون من 3 شلالات رئيسية: هورشو فولز وده الأكبر والأشهر، وأمريكان فولز وبرايدل فيل فولز. خليني دلوقتي أقولك على أفضل وقت تقدر تزور فيه شلالات نياجرا. أولاً موسم الصيف، الفترة اللي بتكون ما بين يونيو وأغسطس، دي بتعتبر الموسم المثالي لأن الطقس بيكون دافي ومناسب للأنشطة الخارجية. لكن خلي بالك الوقت ده بيكون مزدحم جداً. ثانياً الربيع والخريف، هتلاقي فيهم جو معتدل وكمان أسعار أرخص ومناظر طبيعية خلابة بألوان خريفية مميزة. وتالت فترة هي فترة الشتاء، في الوقت ده الشلالات بتتحول للوحات جليدية ساحرة، لكن للأسف هتلاقي بعض الأنشطة مغلقة بسبب الظروف المناخية. ودلوقتي جه وقت إننا نتعرف على أهم الأنشطة والمعالم في نياجرا. أول حاجة رحلة Maid of the Mist، بتكون عبارة عن قارب هياخدك لأقرب نقطة من قلب الشلال. هتعيش مع الرحلة دي تجربة من التشويق والمرح ملهوش حدود، بس اعمل حسابك إنك هتتغرق. تالت مغامرة الكهف العاصف Cave of the Winds. المغامرة دي بتكون عبارة عن ممرات خشبية هتاخدك لشلال برايدل فيل وسط أجواء حماسية هيبقى نفسك ما تنتهيش. وتالت مغامرة نياجرا سكاي ويل، عبارة عن عجلة دوارة هتركبها وهتقدم لك مشهد بانورامي خرافي لشلالات نياجرا والمنطقة المحيطة كلها. كمان هتستمتع بإضاءة الشلالات وعروض الألعاب النارية. ففي كل مساء الشلالات بتضاء بألوان ساحرة، وفي الصيف والاحتفالات بتقام عروض نارية رائعة. تعال بقى أقولك على أسرار ناس كتير ما تعرفهاش. 1. أفضل وقت للركوب القارب هو الصبح بدري، وده علشان تتجنب أي زحمة. 2. هتلاقي فيه مكان سري للتصوير من حديقة كوين فيكتوريا بارك الكندية، لازم تستغل المكان ده وتاخد فيه أحلى اللقطات. 3. بنصحك إنك تحجز كل تذاكر الأنشطة أونلاين وبشكل مسبق اختصاراً للزحمة والطوابير المملة. 4. حاول يكون عندك ساعة في الوقت واحجز 2 على الأقل للاستكشاف براحتك، لأن ليلة واحدة مش هتكفي الجمال ده كله. 5. خلي معاك سترة مطرية أو ملابس إضافية. 6. جهز معاك كاميرا وعدسات مقاومة للمية. 7. قوم باستخدام حذاء مريح للمشي. 8. لو عايز تستمتع بأفضل إطلالة على الشلالات، فالجزء الكندي هو المكان المثالي اللي هيسمح لك بمشاهدة أجمل فيو بانورامي للشلالات. بكده أكون قدمت لك النهاردة دليل شامل لشلالات نياجرا اللي هتعيش معاها تجربة ما تتنسيش مع منفيس. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولو زرت شلالات نياجرا قبل كده شاركنا في التعليقات بصورك هناك، واستنونا في حلقاتنا الجاية.